يا مساء الهنا وكل سنة وانتم طيبين. انا عارفة ان لسه بدري شوية على نواعم العيد، لسه مش هنبدأها دلوقتي، بس قلت اجمع لكم فيديو كده من عندي 6 وصفات لنواعم العيد عشان ما تقلبيش من قناة لقناة ومن فيديو لفيديو. هتلاقي كل الوصفات عندي في فيديو واحد. هنعمل مع بعض السابليه والبسكوت والبيتيفور والغريبة والمعمول، وكمان هنعمل مع بعض المنين بالعجوة او القراقيش بالعجوة بطريقة حلوة جدا. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. وصفات حلوة وسهلة، وحاولت على قد ما اقدر اعملها لكم سهلة. تعالوا نسمي بالله ونبدأ الفيديو على طول. عملت معاكم قبل كده الكحك بطريقتين، عملناه بالسمنة المقدوحة وعملناه بالسمنة الباردة، وانتي ولا عاجبك ده ولا عاجبك ده جربي المعمول بالعجوة. طعمه في منتهى الجمال وسهل كده وسريع وطعمه حلو قوي. عايزة اقولك الوصفة دي هتغلب كل وصفات البسكوت والكحك اللي عملتيها من كتر ما هي حلوة قوي. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة جدا كده في عمايلها، وتشكيلها سهل جدا ودايبة دوب زي ما انت شايفة كده. بسكوتة تحطيها في بقك كده تدوب دوب. جربي الوصفة، احلى بكتير من اللي بنجيبها من بره، ان شاء الله هتعجبك. اتمنى بس لو اول مرة تشوفيني تتابعيني على قناتي، ولو استفدت اي حاجة من الفيديو بتاعي لايك وشير للفيديو. وهنسمي الله ونشوف المقادير السهلة جدا بتاعتنا. معايا نص كيلو من الدقيق، ومعايا ربع من السمنة، من الزبدة اسفة، بدرجة حرارة الغرفة، يعني تكون مرهمية كده، ما تكونش سايحة وما تكونش جامدة. معايا نص كيلو من السكر البودر، ومعلقة من اللبن البودر، وبضاية واحدة حطيت عليها نص معلقة من الفانيليا، فانيليا سايلة أو فانيليا اللي هي زي السكر، ورشة ملح حطيتها على الدقيق، رشة ملح صغيرة خالص. هنحط بقى، نشتغل بإيدينا على طول، مش محتاجين مضرب ولا محتاجين حاجة من كتر ما هي الوصفة سهلة جدا. هنزل الزبدة بتاعتي زي ما انت شايفة، هي مش جامدة خالص عشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. وهحط نص كوباية السكر البودر، وما تزوديش السكر عشان البسكوتة ما تفرش منك في الفرن. وتاني حاجة احنا هنبقى حاشينها عجوة، والعجوة بتبقى مسكرة. هقلب بقى خالص لحد كل الخليط بتاعي ده ما يبقى كريمي كده مع بعضه، ولون الزبدة يفتح شوية، مش هيفتح قوي بس اتأكد ان هو داب خالص وبقى زي الكريمة كده. هنجيب البضاية بقى بتاعتي وعليها رشة الفانيليا، وهفضل اقلب فيها برضو لما يتجانسوا كلهم مع بعضها. بصوا في الاول هتلاقوها قطعت كده، ما تقلقيش خالص، هتلاقيها بصي شكلها بقى غريب كده. هفضل اقلب فيها لما تبقى زي الكريمة في ايدي كده. بصوا بقت ناعمة ازاي، لازم تبقى القوام بتاع الزبدة ناعم كده. هنحط بقى النص كيلو من الدقيق وعليه معلقة اللبن البودر، ولو مش حابة تحطيها ما تحطيهاش، مفيش مشكلة خالص، بس هي بتدي طعم كده حلو قوي للبسكوتة بتاعتنا، وبتدي لون حلو كمان في التسوية. هلم بس الدقيق كده الاول بسباتولا او بالمعلقة، وبعد كده هشتغل بايدي، وممكن تشتغلي بايدك من البداية خالص، مفيش مشكلة. انا مش هعجب، بس هلم العجين كده بايديا لحد ما تبقى عجينة طرية خالص في ايدي. الوصفة سهلة جدا وبسيطة، ان شاء الله هتجربيها وهتدعيلي عليها لانها حلوة قوي، واحسن من اللي بنجيبها من بره كمان. بصوا حبايبي، العجينة بقت طرية خالص كده زي ما انتوا شايفين. اتأكد ازاي انها طرية؟ لما الفها كده وادوس عليها الاقيها ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة خالص. فرضا بقى لقيت فيها تشققات، اعمل ايه؟ حطي معلقة زبدة وارجعي ادعكي فيها تاني، هتلاقيها ظبطت معاكي. هيبقى الدقيق ازيد من الزبدة. لو شققت لقيتيها بتلزق حطي رشه دقيق، لو لقيتيها بتلزق زياده. هنا طبعا انا هعمل العجوه بتاعتي. العجوه دايما انا ببقى عاملاها في البيت. ربنا يديني العمر ان شاء الله للسنه الجايه هوريكم بخزنها ازاي، عشان انا بجيبها من السنه للسنه. حطيت عليها رشه قرفه ومعلقه سمنه بلدي، وفضلت اعجن فيها كده، وبعد كده كورتها كور صغيره قوي، عشان انا زي ما قلت لكم انا هعمل المعمول بتاعي صغير قوي. بصوا دي القوالب اللي انا اشتريتها. نرجع بقى لايام زمان، ايام ما كنا بنعمل العيله كلها مع بعضها ونقعد كده والكبار يعجنوا واحنا صغيرين نشكل. القوالب دي لسه موجوده في السوق وسعرها رخيص جدا. اول ما تبتدي كده تسمي الله وتشتغلي، خدي حته عجينه واعمليها تيست كده على قد القالب بتاعك، عشان ما تشكليش العجين كله ويطلع معاكي اكبر من القالب. انا طبعا عملت دي الخطوه دي بره التصوير بعيد عن الكاميرا.
بعد كده خلاص عرفت انا هعمل حته قد ايه. خدت حته عجينه صغيره وفتحت فيها فتحه بصباعي من النص، وحطيت العجوه جواها ولفتها كويس، وبصباع واحد كده بمنتهى البساطه. هي شرحه نفسها مش محتاجه شرح يعني الطريقه. بصوا مش محتاجه ادوس عليها كتير ولا اي حاجه خالص، وبتطلع بعد كده بمنتهى السهوله. بصوا زي ما انتوا شايفين اهي. تمام، شكلها حلو جدا، ظريفة، وشبه اللي بنشتريه، شبه المعمول اللي بنجيبه من بره. هنا انا كنت ابتديت اعمل بقى، جهزت شوية كده، عملت شوية كور كده عشان يبقوا سهلين للشغل معايا على طول، وعملت فتحة من النص ولميت العجينة نفس الطريقة. وفي الوقت ده بقى ممكن الولاد يساعدوكم، مفيش اي مشكلة خالص، نساعد بعض، الحاجة هتخلص على طول. طبعا انا عاملة نص كيلو بس، هتشوفوا النص كيلو مطلع كمية قد ايه دلوقتي. بصبع واحد زي ما انتوا شايفين. بصوا حبايبي، طريقة سهلة جدا وبسيطة. انت حابة تنقشيها بالمنقاش انقشيها براحتك، حابة تعمليها بالبصامة برضو براحتك، اختيار ليكي. بس انا حبيت اعملها بدي لسببين. السبب الاول، بصوا هي شوفي شكلها حلو ازاي. السبب الاول ان انا كنت بحب قوي وانا صغيرة اشتغل بيها، واحنا بنلعب كده واحنا صغيرين. والسبب التاني عشان تطلع زي اللي بنشتريه من بره، المعمول اللي بنجيبه من بره كده في العلب، واسعاره خرافية يعني. بصوا حبايبي كده خلاص، دي الكميه اللي طلعت معايا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، نص كيلو عمل كتير جدا. انا في الوقت ده مولعه الفرن على درجه حراره متوسطه 180 لو عندك تايمر. لو ما عندكيش درجه حراره متوسطه، هدخلهم الفرن بياخدوا من 20 ل 25 دقيقه. ما بتشغللهمش الشوايه، وبيطلعوا لك باللون القمر ده. بنحطهم طبعا في الرف الاوسط من الفرن، اوعي تسوي من تحت. ودي الكميه كلها بعد ما بردت لميتهم في صينيه واحده. اوعي تحركيهم الا لما يبردوا، يعني ما تحركهمش من الصواني بتاعتهم الا لما يبردوا. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك، وتكوني استفدتي اي حاجه من الفيديو، واكون عرفت اوصل لك المعلومه كويس. ولو استفدتي بقى اي حاجه من الفيديو بتاعي، يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك في القناه وتفعلي الجرس ان شاء الله على الكل عشان الفيديوهات الجديده توصلك. وخدي لفه كده في القناه ان شاء الله هتعجبك. بصوا بقى، بصوا ناعمه ازاي من جوه. والله مهما وصفت لكم جمال الوصفه قد ايه مش هتصدقوا لما تجربوها. الوصفه جميله جدا، طعمها حلو قوي. نعمل مع بعض بسكوت سهل سريع في منتهى الجمال. هنعمل مع بعض الصابليه باسهل طريقه واسهل طريقه تزيين، عشان البنات الصغيره اللي اول مره تعمل الوصفات دي تعملها بمنتهى البساطه، ومش لازم نعقد عليهم الدنيا. طريقته سهله جدا وطعمه في منتهى الجمال. معلش اني اخرت عليكم شويه في عقبال ما نزلت وصفات العيد، لان الحاجات دي انا بعملها لبيتي وما بطلعهاش اوردرات، فبيبقى ايه بعملها اخر ايام رمضان كده. كل سنه وانتم طيبين. تابعوا الفيديو للاخر بقى وان شاء الله الوصفه تعجبكم. اول حاجه معايا 750 جرام من الدقيق، معايا 500 جرام من السمنه، 25 جرام من السكر البودر، يعني كيلو الا ربع دقيق، نص سمنه او زبده اسفه بدرجه حراره الغرفه، وربع سكر بودر. الوصفه سهله جدا وبسيطه، وهنعملها مع بعض ان شاء الله وتطلع معاكم ناجحه من اول مره. اول حاجه هننزل الزبده، اللي طبعا زبده لينه بدرجه حراره الغرفه، وهننزل عليها السكر. في ناس بتضرب الاول السكر والزبده، لا احنا كمان هنحط المكون الثالث بتاعنا اللي هو الدقيق، وهنبتدي نضربهم كلهم مع بعض. وهما الثلاث مكونات بس، ما بنحطش اي حاجه تانية للصابليه. الوصفه بتاعتنا سهله وسريعه وان شاء الله هتعجبكم. 3 دقايق في المضرب الكهربائي زي ما انت شايفه كده، وهتلمي وهتطلع معاكي عجينه في منتهى الجمال. بصي هنبتدي ننزل الجوانب كده زي ما انت شايفه، عشان نتاكد ان كل دي اختلط معانا بالسمنه والسكر كويس، او بالزبده والسكر اسف. بتطلع معانا عجينه طريه ولينه جدا وسهله التشكيل. بصوا حبايبي، ما حطيناش اي حاجه خالص، ما حطيناش بيض، ما حطيناش لبن، ما حطيناش بيكنج باودر ولا اي حاجه. عجينه طريه خالص زي ما انت شايفه كده، بتاخد من 3 ل 4 دقايق في العجان. ما عندكيش عجان، عايزه تشتغلي بايدك او بالمضرب الكهربائي براحتك خالص. ورقه زبده بقى، هناخد جزء من العجينه والجزء التاني هندخله التلاجة لان الجو بقى حر، ونبتدي نفردهم بين ورقتين من الزبده كده. وما ينفعش نفردهم على الرخام على طول، يا اما ورقه زبده يا اما كيس من اكياس التلاجة تفتحيه، اي كيس عندك هتفتحيه كده بالمقص، ونشتغل برضو بين كيسين او بين ورقتين زبده.
ونفردها كده، ما نخليهاش خفيفة قوي ولا سميكة قوي. يعني بسكوتة تكون محملة كده شوية، واحنا هنعملها عشان بس احنا هنلزق بسكوتين في بعض، ولو بقت خفيفة قوي هتتكسر منك وانتي بتنقليها من مكانها، لان البسكوتة ناعمة جدا. دي كل القطاعات اللي موجودة عندي، انتي قطعي بالقطاعة اللي تعجبك واللي تريحك. زي ما انتي شايفة بمنتهى البساطة فردت العجينة، وبعد كده هقطع كده دواير. زي ما قلت لك قطعي باي قطاعه عندك. هنا انا عندي ده القمع الصغير بتاع الكريم شانتيه اللي بزوق بيه. ما عندكيش اعملي بغطاء ازازه مفيش مشكله، او اي حاجه عندك مدوره صغيره كده. ناخد القلب نعمل ايه ثقب كده او دوريه صغيره في قلب البسكوته بتاعتنا. انا نقيت لكم اسهل طريقه تشكيل وتزويق عشان البنات الصغيره زي ما قلت لكم. الشاطرين بقى اللي بيعرفوا يعملوا كل حاجة وبيزوقوا وبيبتكروا طبعا مش محتاجين اي حاجة الواحد يعرفها له. بصوا بقى ورقة الزبدة بتسهل علينا الامر ازاي. بنشيلها بمنتهى البساطة وفي صاج وبنبتدي نرصها، والصينية او الصاج اللي هندخله الفرن ما بندهنوش اي حاجة خالص، ما بندهنوش اي مادة دهنية. هنا انا عملت بعد مثلا اللي انا عملتهم مدورين كام واحدة، بعمل نفس العدد بالظبط زيهم بس مش مدورين من النص. هنا هعمل شكل تاني، هعمل بقى على شكل القلب زي ما انتوا شايفين كده. طريقة تشكيله سهلة جدا. بشيل العجينة اللي حوالين القلب وبدخلها، وطبعا العجينة دي بلمها وادخلها التلاجة واجيب حتة من اللي في التلاجة اشتغل فيها. يعني ما تشتغلوش في دي على طول، البقايا اللي بتفضل دي ما بنشتغلش فيها. كده خلصت هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 او درجة حرارة متوسطة في الرف الاوسط من الفرن. بتاخد 10 دقايق مش اكتر، وبتطلع باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكلها ولونها حلو ازاي؟ ما تحركوهاش بقى من الصيجان خالص الا لما تبرد. لو حاولتوا تحركوها من الصينيه وهي سخنه هتتكسر منكم وتقولوا الوصفه بايظه. تمام. بصوا بقى دي كل الكميه اللي طلعت معايا، دي كميه يعني تاكل منها، بس دول اللي فضلوا. بصوا الشكل الجميل ده، بس ما عملتش منه كتير مش عملي قوي. انا عملت قلوب وعملت مدور، ودول احسن شكلين يعني بيبقوا في التزيين. هنا ما عندي شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء مسيحاهم على حمام بخار. بحط بس كده بين الشوكولاته بين البسكوته والتانية نقطه صغيره كده، وبعدين اقفلهم على بعض. حابه تزوقي بمربى او تقفلي بمربى براحتك، بس المربى بعد شويه بتخلي البسكوته تبقى طريه، لما الشوكولاته لا بتفضل البسكوته معاكي ناشفه زي ما انت شايفه. طريقة التزيين ده ابتكار منك انت وعلى حسب امكانياتك ايه زوقي بالطريقة اللي تعجبك. ولو تاخدوا رأيي كلوه كده وما تزينوهوش. طعمه في منتهى الجمال. البسكوتة حلوة جدا مع كوباية شاي بلبن تحفة، ولا شوكولاتة ولا تزويق ولا اي حاجة خالص. وده القلب. بصوا ونراعي طبعا ان البسكوتين يكونوا في نفس الحجم عشان يبقى شكلهم حلو. زوقي بقى بالطريقة اللي تريحك والطريقة اللي تناسبك. وفي صينية كده نحط كيس بلاستيك او ورقة زبدة ونغطس في الشوكولاتة ونطلع كده. عندك مكسرات، عندك اي حاجة من اللي بيتزوق بيها زوقي بيها مفيش مشكلة. ما عندكيش استكفي بالشوكولاتة وخلاص، دخليها الشوكولاتة وطلعيها وخلاص. طبعا في ناس بتزين بحاجات غالية قوي. انا ما عنديش غير الحاجات دي وهي دي امكانياتي، فكل واحد يعمل على حسب امكانياته وكل حاجة هتطلع من ايديكم زي العسل ان شاء الله. بصوا حبايبي زي ما قلت لكم طريقة التزيين دي على حسب ذوقكم. اتمنى لو انت بتتفرجي لحد دلوقتي واستفدتي اي حاجة من الفيديو بتاعي ما تنسينيش بقى في اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي وخدي لفة في القناة هتعجبك ان شاء الله. ودي كانت البسكوتة بتاعتنا النهاردة السابليه بطريقة سهلة. النهاردة هنعمل مع بعض البيتي فور. تعالي بقى اقولك ازاي يطلع معاكي هش وجميل وناعم جدا ودايب وطعمه حلو قوي، وطريقة تشكيل مفيش اسهل من كده، وكمان طريقة تزيين سهلة جدا وبسيطة عشان اي بنوتة صغيرة حابة تعمل اي حاجة من نواعم العيد تلاقي وصفات سهلة وسريعة كده. هيطلع معاكي دايب دوب. جربي الوصفة بتاعتي ان شاء الله هتعجبك جدا. ونسمي الله ونشوف الطريقة على طول. بس ما تنسيش لو اول مرة تشوفيني يا ريت تتابعيني. هنسمي الله معايا
المقادير سهلة جدا. معايا نص كيلو من الدقيق، ربع كيلو من الزبدة، حاطة عليهم معلقتين من السمنة. الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ومعلقتين من السمنة بتديها نعومة، السمنة بتديها نعومة كده وطراوة حلوة قوي. و150 جرام من السكر، ده ما يعادل كوباية، هو المج بتاع الشاي كده. وبيضاية واحدة وصفار بيضة، يعني مش بيضتين، بيضاية واحدة وصفار بيضة. هحط عليها نص معلقة من الفانيليا، ولو في فانيليا سايلة مفيش مشكلة، وذرة من الملح. في العجان بقى او على ايدك الموجودة عندك استخدميه، او مضرب كهربائي برضو مفيش اي مشكلة. هننزل الزبدة زي ما قلتلك، دول نص ربع كيلو من الزبدة، عليه معلقتين من السمنة، وحطيت السكر، وهفضل اقلب فيهم بقى كده. قلتلك بالمضرب الكهربائي او بايدك، او لو عندك عجان اللي يريحك برضه. من وقت للتاني طبعا لازم ننزل الجوانب كده ونقلب، عشان نتأكد ان الخليط بتاعنا كله اتقلب مع بعضه كويس. هفضل اقلب في الزبدة والسكر لحد ما لونهم يفتح خالص زي ما انت شايفة كده. بص حبيبتي، هبتدي بقى انزل البضايه اللي معايا، انزل بالبضايه الاول وبعدين الصفار لحد ما يدوبوا خالص، وما نبالغش في ضرب البيض مع الزبده والسكر عشان ما تخرصش مننا. بعد كده هنزل الدقيق، هقلب في بس كده لحد العجينه بتاعتي ما تلف، يعني برضو بتاخد بالظبط دقيقتين. اول ما اتاكد ان كل الدقيق اتشرب مع السمنه والسكر، خلاص اوقف على كده. تديني عجينة طرية لينة خالص، عشان احنا النهاردة هنشكل بالكيس. بس هديها تقليبة كده بالمعلقة او بالسباتولا عشان اتأكد اني اتقلبت كويس ومفيش دقيق في جوانب العجانة ولا اي حاجة خالص. بصوا حبايبي، اخد نص الخليط الاول اشكله، اعمله فانيليا في كيس الحلواني كده على طول، سهل قوي، سريع وبسيط. طبعا احنا بنحطه في صينيه مش مدهونه اي ماده دهنيه خالص، او الصاج اللي هتدخليه الفرن اللي هتسوي فيه ما تدهنوش اي حاجه خالص. هو فيه زبده وفيه سمنه بكفايه ان هو ان شاء الله ما يلزقش. هنشكله زي ما انت شايفه كده بطريقه سهله وبسيطه، واعملي الاشكال بقى اللي تريحك. انا عملت كله شكل واحد، الشكل التقليدي بتاع البيتيفور اللي كلنا عارفينه. في الوقت ده ببقى مسخنه الفرن، ببل صباعي كده لو في اي بوز او اي حاجه طالعه من البيتيفور بظبطها كده. خلصت خلاص. هعمل بقى النص التاني، بحط معلقتين من الكاكاو وازود معلقه زبده واضربهم تاني بايدك بقى تعجنيهم، او برضو بالماكينه براحتك خالص. بنبقى مسخنين الفرن، بندخلها على درجه حراره متوسطه في الرف الاوسط من الفرن، بياخد بالظبط ربع ساعه وبيطلع بالشكل الجميل ده. ما بتحتاجيش تولعي له الشوايه خالص، وما تحركهوش من الصاج خالص الا لما يبرد، او الصينيه ما تحركهوش خالص الا لما يبرد كويس. نيجي بقى للتزيين، ودي امتع فقره في الموضوع كله، انك تزيني بقى البيتيفور بتاعك بالطريقه اللي تريحك. هنا انا حطيت للشوكليت، البيتيفور الشوكليت، حطيت له شوكولاته بيضه. طبعا بنسيحها على حمام ميه او في الميكرويف براحتك. وبعد كده نقطه واحده بس كده، حاجه بسيطه خالص، وبنحطها وبنقفل كل البيتيفور بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. ونراعي طبعا ان كل اتنين يبقوا مقاس بعض بالظبط كده. قفلتهم كلهم. معايا بقى للتزويق، معايا شوكولاته بيضه وشوكولاته سمراء، ومعايا مربى وفرماسال الوان وشوكولاته وجوز هند، وممكن يبقى لو عندك مكسرات برضو الموجوده عندك. وزوقي وشكلي براحتك خالص زي ما انت شايفه. حطيتها في الشوكولاته السمراء، وبعد كده حطيتها في الفرماسيل الالوان، وهنا في الشوكولاته البني او السمراء. انا الاول كنت حاطه في الشوكولاته البيضاء اسفه.
شكلي بقى وبراحتك خالص. انا بحب اعمل بالشوكولاته اكتر عشان ما بتضطروش. انت حابه تعملي بالطريقه التقليديه اللي بالمربى، براحتك خالص. حتى انتوا لو تلاحظوا انا حاطه معلقه مربى صغيره قوي. دي مربى فراوله كانت موجوده عندي في البيت، انا اللي عاملاها، عشان انا مش هعمل بمربى فما اشتريتش. لو انت هتعملي بمربى بقى هاتي مشمش او هاتي اي مربى يكون لونها فاتح. خلصنا الكميه كلها بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. هتحطيها في صينيه على ورقه زبده او ورقه زبده او كيس، اسفه معلش، لحد ما يبردوا. وبعد كده زي ما انت شايفه بقى تقدميهم بألف هنا وشفا. اول الشوكولاته ما تجمد تتماسك خلاص كده. اتمنى تكون الوصفه عجبتك، وشكلي بقى واعملي كل حاجه لولادك حلوه في العيد، وكل سنه وانتم طيبين وربنا يحسن ما بين ايديكم. اتمنى تكوني استفدتي اي حاجه من الفيديو بتاعي. اخر وصفه معانا من وصفات نواعم العيد، قلت نختم بالقمر دي عشان يبقى ختامها مسك. النهارده هوريكي طريقه للغريبه في منتهى الجمال. هنعمل الغريبه بكيس الحلواني، مفيش اسهل ولا اشيك ولا اجمل من كده. الشكل طبعا بيتكلم عن نفسه، اما بقى الطعم، تعالي بقى اقولك ازاي تطلعي معاكي غريبه ناعمه ودايبه ولونها ابيض وجميل كده باقل حاجه خالص، من غير ما نلعب في اساسيات الغريبه، لان الغريبه ليها اساسيات محدش يقدر يلعب فيها. بس هقولك تفاصيل في التسويه والتركات كده تطلع معاكي الغريبه ان شاء الله ناعمه ودايبه زي ما كلنا بنحبها. سمي الله ونشوف الطريقه على طول. اساسات الغريبه واحده ما بنلعبش فيها خالص: نص دقيق، ربع سمنه، تمن سكر. يعني 500 جرام من الدقيق، 250 جرام من السمنه، و 125 جرام سكر بودر. بس انا بقى هزود معلقه سمنه زياده. بسم الله الرحمن الرحيم. سموا الله يا ولاد كده عشان ما حاجاش تقع من ايديكم. يبقى انا بزود معلقه على 250 جرام من السكر عشان انا بحبها دايبه قوي. وهحط 125 جرام من السكر وال 500 جرام دقيق كله على بعضه كده. يا استني يا سميره، واحنا مش كنا بنعجن بندعك الاول السكر والسمنه مع بعضيهم لحد ما يبقوا كريمي وبعدين نحط الدقيق؟ لا يا ستي، ده كان زمان. حطي بس كله دلوقتي على بعضه كده في العجان او على ايدك وادعكيه كويس قوي لحد ما يديكي عجينه ناعمه بيضه زي ما انت شايفه كده. تاخد تقريبا 5 دقايق في العجان، تاخد على ايدك من 7 ل10 دقايق، تفضلي تعجني فيهم كده لما يدوكي العجينه الكريمي اللي انت شايفاها دي. وكل ما تبسي في عجينه الغريبه تطلع معاكي ناعمه. سيبك من اللي يقولك لا ما تعجنيش فيها، لا بسيها على ايدك حلو واعجنيها كويس، هتطلع معاكي ناعمه كده وجميله. بصوا قوام العجينه، فضلنا نعجن فيها لما بقت بيضه وحلوه وشفافه ازاي. عجينه طريه خالص بفضل معلقه الزبده السمنه اللي حطيناها زياده بقت طريه، عشان انا عايزه اشكلها في كيس الحلواني. انا بوريكم العجينه قد ايه طريه. طب انا مش عايزه اشكلها في كيس الحلواني وعايزه اعملها بالطريقه بتاعتنا اللي احنا عارفينها عن الغريب. همسك حته صغنونه كده وادورها على ايدي، بس على كفه ايدك مش على صوابعك، عشان صوابعك ما تبصمش فيها، وبس كده وتحطيها في الصينيه على طول. تعالوا بقى للوصفه الاساسيه بتاعتنا اللي احنا هنشكلها في كيس الحلواني. طريقتها سهله جدا وسريعه وطعمها حلو قوي. بصوا حبايبي، من كتر ما العجينه بيضه وشفافه وطريه جدا حابه اوريها لكم. حطينا في كيس الحلواني. تعالي بقى للصينيه بتاعتنا اللي مش مدهونه اي حاجه خالص، نبتدي نشكل على طول. عايزه بقولك لو عامله شوال دقيق هتعمليه مش هياخد معاكي وقت خالص. شكلي بقى كده، انا عاملاها صغنونه كده عشان تبقى هي الواحده على قد القطمه على طول. بصوا حبايبي سهله ازاي. خلصنا خلاص كل الكمية اللي عندنا. هنكون بقى مسخنين الفرن بتاعنا على درجة حرارة متوسطة، يعني 160 150، ما تقلقيش خالص. وهنحطها في الرف الأوسط من الفرن ونسيبها بقى لما تستوي. الغريبة ما بتاخدش لون، تمام. أول ما بندخلها وبعد ما يفوت 13 دقيقة حركي واحدة من مكانها. اتحركت كده من مكانها مش لازقة في الصينية، اعرفي انها استوت. هنا انا كنت بحاول ازوقها كده باللولي بتاع الغريبه ده، او اي مكسرات عندك، او الكريز الحلو، براحتك خالص. بس بعد ما زوقت الصينيه دي ودي حسيت ان هي مش محتاجه تزويق يا جماعه، هي مزوقه نفسها بسم الله ما شاء الله، مش محتاجه اي حاجه خالص. كده دخلت الفرن وطلعت. ما زوقتش بقى غير الصينيه اللي انتوا شفتوها دي، والباقي كله ما زوقتوش. بصوا هي مبصمه في الصينيه ازاي،
وزي ما قلنا الغريبة ما بتاخدش لون. طلع معانا بسم الله ما شاء الله زي ما دخلت زي ما طلعت، ولا فرشت مننا ولا اي حاجة خالص. خدوا بالكم من تسوية الغريبة، هتطلع معاكم حلوة. هنحطها على درجة حرارة هادية في الرف الأوسط، ما بتاخدش لون، بتاخد من 13 ل 15 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. أول ما نحرك واحدة من مكانها تتحرك من الصينية اعرفوا إنها استوت على طول. بصوا الغريبة دايبة إزاي. وطبعا المعلومة المهمة جدا إنك ما تحركهاش من الصينية أقل حاجة 5-6 ساعات. لو تقدري تبيتيها لتاني يوم في الصواني بتاعتها مفيش مشكلة خالص، تطلع معاكي غريبة دايبة جميلة بسم الله ما شاء الله، أحسن من أحسن محل تجيبيها منه. مع احترامي لكل وصفات نواعم العيد اللي أنا عملتها، بس دول برضو ما يغنونيش عن شوية منين بالعجوة كده يدوبوا في البق مع كوباية شاي الصبح. أحلى حاجة ممكن تجربيها القراقيش أو المنين أو كعب الغزال على حسب انتي بتقولي عليه ايه في المكان اللي انتي قاعدة فيه. وصفة في منتهى السهولة، كلنا متربين عليها من واحنا صغيرين، مفيش أحلى منها. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. انا عملت عجينه واحده بس طلعت منها كل اللي انت شايفاه ده. عملت كعب الغزال بالعجوه وبالملبن، وعملت منين ساده وبالعجوه وبالملبن، وكلهم احلى من بعض. حاجه كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حلوين جدا. جربي الوصفه ان شاء الله هتعجبك جدا. بصي عايزه اقولك دايبين دوب. بصي بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله تعملي الوصفه وتعجبك. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي في قناتي. هنسمي الله ونشوف اول حاجه هنعمل ايه. معايا نص كوبايه من الميه، وممكن تبقى لبن وممكن تبقى ميه على لبن على حسب اللي انت عايزاه. حطيت عليهم معلقتين من السكر ومعلقتين من الخميره وقلبتهم. انا هقولك مقدار كيلو واحد، انا هعمل 2 كيلو، انا هقولك مقدار كيلو وانت زودي براحتك. معايا الدقيق زي ما قلتلك، هقولك مقدار كيلو واحد، معايا كيلو من الدقيق هحط عليه 4 معالق من السمسم المتنقي كويس ومتحمص، وحطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر وذرة ملح خفيفة. كيلو الدقيق هنستخدم له نص كيلو من السمنة، هنكون غاليين السمنة كويس مسخنينها لدرجة الغليان، وهننزل بيها كلها مرة واحدة على الدقيق، لان هو كده كده ده المقدار المظبوط. كيلو الدقيق ليه نص سمنة، وبالمعلقة بقى كده وهنقلبهم. وما تحطيش ايديكي في الوقت ده لان السمنة هتبقى سخنة جدا ومش هتتحمليها. تقريبا دي المرة التانية او التالتة او الرابعة اعمل القراقيش او المنين على القناة من كتر ما انا بحب الوصفة جدا. الخطوة بقى المهمة جدا في الوصفة بتاعتنا اللي انا بعملها دي، ان انا بس الدقيق بالسمنة كويس قوي لحد ما اتأكد ان مفيش ولا ذرة دقيق ما اتغلفتش بالسمنة. ادوس عليها بايدي كده الاقيها، لو عايزة اشكلها في الوقت ده ممكن اشكلها من كتر ما بسيت على ايدي. تاخد تقريبا 10 دقايق على ايديكي. هنا كانت الخميرة بتاعتي تفاعلت خلاص مع نص كوباية المية، وقلتلك ممكن تبدليها بحليب مفيش اي مشكلة. هحط نص كوباية تانية من المية وابتدي اقلب بايدي كده بطرف ايديا لحد ما اوصل لعجينة طرية. انا ما بعجنش، انا بلم بس العجينة. بصوا حبايبي، انا هخلي لكم الكاميرا عشان تعرفوا ان السوائل كلها هتتشرب دلوقتي بمنتهى البساطة خالص. هنفضل كده نلم بايدينا كده لجوه كده، ناخد من تحت لفوق كده لحد ما نلاقي العجينة بتاعتنا اتلمت وبقت عجينة طرية خالص. نعرف منين ان العجينة بتاعتنا ناجحة وكويسة؟ هوريكم دلوقتي لما القوام بتاعها يبقى عامل ازاي تبقى العجينة بتاعتنا ان شاء الله تطلع معاكم ناجحة. بصوا حبايبي، هي ما فيهاش عرق، يعني لما تشيلوها كده هي ما فيهاش عرق. تاني حاجة تدوسوا عليها ما بتشققش، عجينة طرية كده ومرنة في ايديكم. هسيبها ترتاح ربع ساعة مش اكتر من كده عشان انا مش عايزاها تختمر قوي. هجهز هنا الحشوات بتاعتي اللي هي الملبن والعجوة. هنا معايا بسم الله ما شاء الله الملبن، حطيت عليه معلقة من السمنة، وضروري تكون سمنة بلدي ما تكونش سمنة نباتي، لكن السمنة اللي بتعجنوا بيها اعجنوا بالنوع اللي يريحكم. هفضل اعجن فيها لحد ما تسخن معايا كده وتدوب زي ما انتوا شايفين. هنا برضو العجوة، بس العجوة حطيت عليها معلقة سمنة وحطيت عليها معلقتين من السمسم. انا بحب احط للعجوة بتاعتي سمسم، ممكن ما تحطيش براحتك انتي. برضو هفضل اعجن فيها لما تبقى عجينة طرية كده. العجوة حبايبي انا بعملها في البيت ما بشتريهاش من بره. ربنا يديني العمر ان شاء الله، وانا بخزن العجوة السنة دي ان شاء الله اعمل لكم فيديو ليها. هنا بقى حاجة عشان تسهل علينا الشغل زي ما انتوا شايفين كده، عملت العجوة كور وحطيتها في كيس وفردتها كده بالمردنة
بالنشابة بتاعتك لحد ما ملت الكيس خالص وبقت خفيفة خالص زي ما انتوا شايفين كده. هخلص الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة عشان تسهل عليا الشغل. هجيب حتة من العجينة وما تكبروهاش قوي عشان تعرفوا تشتغلوا فيها. بصوا انا بقى عايزة اوريكم ان هي طرية، ممكن ما تفردوهاش بالنشابة ولا اي حاجة، تفردوها بايديكم، لكن انا هستخدم النشابة عشان انا عايزاها تبقى خفيفة قوي، لان دي هعملها كعب غزال. بصوا حبايبي فردتها، وكنت فردة طبعا العجوة زي ما انتوا شفتوا معايا. هحطها على قد العجينة واسويها، ولو في حتة عجوة طالعة بره العجينة بشيلها طبعا عشان ما تتحرقش، وبقى ايه بدوس عليها كده عشان تطبع في العجينة بتاعتي كويس. ولو في زوايد من العجينة زيادة بشيلها برضو، وبلفها رول كده بمنتهى البساطة، واقفل عليها كويس. وبعد كده بحط شوية من السمسم والفها بقى كده شوية بايدي لحد ما السمسم يلزق في العجينة بتاعتي. الطريقة وصفة يعني شرحة نفسها، مش محتاجة شرح، طريقتها سهلة جدا وبسيطة. وده كان كعب الغزال بالعجوة، ولو هنعمله بالملبن بنفس الطريقة، بس الملبن مش بنحتاج نحطه في كيس لان هو بيبقى طري قوي، بنفرده على العجينة على طول. بصوا حبايبي بسم الله ما شاء الله طالعة عاملة ازاي. دي كان اول حاجة كعب الغزال عملناه مع بعض، وبعد كده هنعمل المنين السادة واللي بالعجوة. طريقة المنين بقى سهلة جدا، اسهل من كعب الغزال بكتير. بمسك حتة عجينة واعملها رول كده وافضل الف فيها زي ايه اسطوانة طويلة كده، وبعد كده بدوس بطرف صباعي كده ببساطة جدا. ممكن تقطعي على كده وممكن تسويها زي انا ما بسويها كده، عشان انا بحب القرايش بتاعتي تبقى متسوية قوي. بصوا كده بقت معايا متساوية زي ما انتوا شايفين. هبتدي اقطعها بقى بالطول وبالعرض اللي انا عايزاه، وما نخليهاش سميكة قوي عشان هي لسه هتختمر، عشان ما تبقاش عالية زيادة عن اللزوم. طبعا انا عملت اكبر جزء سادة، عملت كام واحدة منين سادة كده زي ما انتوا شايفين. واللي بالعجوة نفس النظام برضو هنفردها، بس هنخليها اعرض شوية، ونحط العجوة في نص العجينة بس، يعني في الطرف الاول من العجينة كده زي ما انتوا شايفين. مش عارفة انا مش عارفة لو مش شرحي مش واضح، هي الطريقة شرحة نفسها. وبقفل عليها كده برضو، وبدوس عليها دوسة خفيفة بايدي، وبرجع برضو اسويها، اشيل الزيادات زي ما انتوا شايفين كده. وبرضو بنقطعها باي قطاعة عندك او بالسكينة. انا المرة دي استخدمت السكينة، لو انت عندك قطاعة او قطاعة البيتزا اللي موجودة عندك قطعي بيه. بعد كده بقى هنرصهم في الصواني من غير اي مادة دهنية خالص، وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة متوسطة، وهنحطهم في الرف الاوسط من الفرن. لو عندك تايمر للبوتاجاز هيبقى 180، وهندخلهم على الرف الاوسط. ما بتحتاجش تشتغل الشواية، هو بتتحمر من فوق ومن تحت. ولو انت الفرن بتاعك ضعيف ومحتاج يشتغل الشواية، هتشغلي الشواية دقيقتين بس وهيطلعوا معاكي بالطريقة اللي انت شايفاها دي بالشكل ده. عايزة اقولك ريحته بقى قلب البيت، طبعا حلو جدا. كنا مستنين الفطار لان انا عملتهم واحنا صايمين، كنا مستنين امتى نفطر عشان ندوقهم. ودي القراقيش السادة بسم الله ما شاء الله. قوليلي بقى انتوا بتقولوا عليها قراقيش ولا منين ولا كعب غزال ولا بتقولوا ايه بالظبط في المكان اللي انتوا قاعدين فيه. وكل سنة وانتوا طيبين وبألف هنا وشفا. وهنا طبعا بعد ما بردوا لميتهم كلهم في صاج واحد، وما كنتش محتاجة احطهم في طبق تقديم ولا حاجة، لان هم اصلا قمر كده في نفسهم، مش محتاجين ازوقهم ولا احطهم في طبق تقديم ولا الكلام ده كله خالص. الوصفة حلوة جدا وسهلة، اتمنى